اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. الحقيقة يا جماعة النهاردة موضوعنا في غاية الأهمية. أمهات كتير جدا بتقع في الموضوع ده ومبتبقاش عارفة تتصرف ازاي. جاتلي كذا رسالة ان ابني بيعمل أوضاع غريبة، ابني بيتصرف تصرفات غريبة جدا، ومش عارفة هو بيعمل كده ازاي، ومش عارفة هو بيشوف ايه او ايه اللي بيخليه يعمل حاجات زي كده. طبعا كلنا عارفين اوضاع يعني ايه غريبة اللي الطفل يكون مثلا عنده 8-10 سنين يعملها. فالحقيقة كذا رسالة من كذا ام جاتلي على هذا الموضوع، وهبقى احط لكم سكرينات للموضوع دوت. وكل اللي جه في بالي على طول الموبايل. كل ام يا جماعة سايبة الموبايل في ايد ابنها او في ايد بنتها، بتكون دايما في سن صغير، يعني كلهم اندر ايدج، في سن مراهقة وفي سن صغير 12 و13 سنة. وكل السن ده خطر جدا جدا لما بتسيب معاه الموبايل وانت مش عارف هو بيتفرج على ايه، مش عارف الالعاب اللي هو بيشوفها ايه، مش عارف خطورة الموبايل اللي قاعد عليه 24 ساعة دوت ايه. انا كل اللي قلته للام ديت، ابنك مع موبايل؟ قالت لي، قلت لها شوفي هو الالعاب اللي بيخش عليها عاملة ازاي وشوفي فيها ايه بالظبط وارجعي لي. مفيش ساعة كده كلمتني وقالت لي انا مش عارفة اقول لك ايه، انا اتصدمت من اللي انا شفته في الالعاب. الالعاب فيها اوضاع غريبة جدا، اوضاع كلها قلة ادب. ازاي تكون دي العاب بتاعت اطفال وفيها الاوضاع دي؟ انا مش فاهمة الحقيقة بجد ايه المقصود من ان اطفالنا يبقى معاها العاب فيها اوضاع غريبة بالشكل ده. وبعدين غير كده، ان غير الالعاب الله اعلم ابنك بيخش على موقع ايه، الله اعلم ابنك بيصادفوا ايه طول اليوم وهو قاعد كده. يعني احنا ككبار واحنا قاعدين مثلا بنقلب كده، وعلى فكرة ولا بنعمل عليها سيرش ولا بنعمل عليها اي حاجة وبنلاقيها قدامنا. كل اللي انا بطلبه من كل ام، خصوصا اللي ابنها 8 سنين 9 سنين 10 سنين، يا جماعة ابنك دلوقتي بيبني شخصيته وبيشوف كل حاجة بيطبقها. فياريت نحط له برامج تعليمية على التليفون، برامج للصلاة، برامج للوضوء، ازاي اتوضى، برامج ازاي اقرا التحيات، برامج ازاي اقرا القرآن. ومع البرامج ديت عشان هو اكيد عايز يلعب زي بقية يعني اللي في سنه، ممكن نحط لعبة او 2 بس نكون احنا واخدين بالنا الالعاب ديت فيها ايه بالظبط. ولازم يا جماعة المراقبة، لازم تراقبي ابنك او بنتك، مش تسيب لهم الموبايل كده وخلاص. الموبايل دلوقتي بقى في ايد كل الاعمار، خصوصا اللي من 5 سنين من 3 سنين وانت بقى لغاية مثلا 15-14، ده سن خطر جدا. المفروض اللي يبقى فيه رقابة من الاب والام، وفي برامج كتير جدا بتخليكي اللي انت تراقبي تليفون ابنك او بنتك وتعرفي هو بينزل ايه وتعرفي هو داخل على ايه. فالبرامج ديت اكيد كلكم عارفينها، وديت يعتبر مراقبة بينك وبين ابنك مع احتفاظ اللي انت مدياله الثقة، وان انت مربية ابنك وعارفة هو المفروض بيعمل ايه. لكن ما ننساش حاجة مهمة جدا، المقصود من الالعاب اللي هم بيحطوها لاولادنا في التليفونات دي مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان هم يهدموا الشباب دي، ما هو دول شباب المستقبل. لما انا اكون ابني عنده 10 سنين وبيشوف اوضاع مخلة بالاداب بالمنظر ده، هو هيطلع عامل ازاي اما هو بيشوفها وهو عنده 10 سنين او 8 سنين؟ تخيلوا انتوا بقى. يعني زمان كان الناس بتبحث ومثلا تلاقي بالصدفة حاجة زي كده، لكن دلوقتي من غير ما تبحث ومن غير ما تعمل اي حاجة الكبير بيشوفها قبل الصغير. ناس كتير يا جماعة والله العظيم نفوسها مريضة جدا جدا اما بتصدق تشوف الحاجات دي، وفي ناس بتحذفها اول ما بتشوفها، ممنوع منعا باتا الحاجات دي عندهم. وفي ناس نفوسها مريضة وضعيفة، يا رب يهدينا ويهديهم جميعا يا رب، بتستنى الحاجات دي وتشوفها.
دول اللهم احفظهم. انا بتكلم على الناس اللي ما بتحبش الحاجات دي وبتسأل انا ليه ابني بيعمل كده، انا هو ليه تصرفه كده. فنقطة من اول السطر، واهم حاجة الام تبقى واخدة بالها من عيالها. مش عيب اللي احنا نسأل، او مش عيب اللي احنا نقول ايه ده، هو في ايه الغريب ده، هو بيعمل ليه كده. الغريب ان احنا نطنش ونقول ايه ده فترة كده وهتعدي وما نشغلش بالي وبيه عشان هو ما يفضلش عامل كده. لا طبعا لازم نسأل، ولازم نعرف انت بتعمل كده ليه، ولازم نشوف الموبايل، ولازم نشوف انت بتكلم مين، ولازم نشوف صحابه بيعملوا ايه وهم اللي خلوه يعملوا كده ولا لا. ولازم نعرف بقدر الامكان ازاي نبعده عن الحاجات السيئة ديت، نلهيه في اي حاجه زي ما قلت لكم، برامج الوضوء، برامج الصلاه، في تمرينات بتيجي على الموبايل، يلا نعمل التمرينات دي مع بعض على الموبايل اهو. مش هقول لك تروحي نادي ولا تروحي اي حاجه عشان تشغلي وقت، ولا كاراتيه مثلا في النادي، لا احنا في البيت بنعمل التمارين ديت في البيت. يلا ساعة نقعد نقرأ قرآن مع بعض، يلا ساعة نقعد بقى نلعب شوية على الموبايل، يلا ساعة بقى كل واحد حافظ سورة يقولها لنا، يلا نتوضى ونصلي. هتشغلي ابنك بحاجات مفيدة وممتعة، انت كمان هتستفادي منها. انا لما اقعد اسمع لابني قرآن ولا لبنتي قرآن انا بحفظ معاه، فانا كمان كده هستفاد، غير لما انا ابقى في وادي وهو في وادي، انا مش عارفه هو بيتفرج على ايه وسايباه، وانا بقى اهم حاجه اللي هو ساكت، وانا خلاص قاعده مع نفسي بقى ساكته وكبر دماغي. غلط جدا جدا جدا. مش هتلاقي ابنك، هتلاقي انت في حته وهو في حته. هتلاقي نفسك هو قاعد مثلا مع ناس انت بتراقبيه من بعيد كده، تحسي ان هو مش ابنك، هتقولي ايه اللي هو بيعمله ده، ده مين ده غريب عليا، انا حاسه ان هو مش ابني. ليه؟ عشان انت بعيد عنه، عشان انت مش عارفه هو بيتفرج على ايه، مش عارفه ميوله دلوقتي رايحه لايه، ما بتتكلميش مع ابنك. فده غلط جدا جدا. لازم يا جماعه كل الامهات تحط خط تحت الموبايل وتعرف بالظبط ابني ولا بنتي بيتفرجوا على ايه وهيعود عليه بايه. يعني لما يتفرج على كده هيستفيد حاجه، طب لما يتفرج على كده هيفهم حاجه، طب لو ما فهمش حاجه يرجع لماما، يا ماما بص البرنامج اللي انت نزلته لي ده بيقول يا ماما كذا وكذا، وفي برنامج حلو جدا هبقى انزل لكم اسمه. أسئلة دينية مثلا، من الذي تزوجت سيدنا محمد، من هو أبو سيدنا محمد، من هي أمه. البرنامج ده حلو جدا وبيختبر ذكاء الطفل والكبير كمان، فممكن تنزلوه وتلعبوا كلعبة مع بعض، وفي نفس الوقت أسئلة دينية وتستفادوا انتي وابنك منها. ويا رب يبعد يا رب اي مكروه عن بيوتنا. خدوا بالكم يا جماعه، الموبايل والله العظيم بقى كارثه في جميع البيوت. مش هقولك ما تجيبيش لابنك موبايل لان هو هيحس بالنقص بقى ان كله جايب موبايل وانا لا، جيبي له موبايل، بس حطي فيه حاجات اللي انت تقدري عليها معاه، والحاجات المهمه. بلاش الحاجات اللي فيها الالعاب الخارجه ديت والاوضاع الفاسقه المخله بالاداب ديت، وهو كمان بيقلدها. يعني هو مش بيتفرج فيها وبتعدي كده مرور الكرام قدامه، لا ده بيقلدها. وهو دلوقتي مثلا 8 سنين و10 سنين، ما بالك لو كبر شويه وقلدها مع مثلا بنت اخته ولا بنت عمه ولا بنت خاله، فهتبقى كارثه كبيره جدا جدا. فيا ريت نلحق الكارثه ديت، عشان لو بنت عمه ولا بنت خاله برضو بتشوف الكرتون بالمنظر الاباحي دوت، فاكيد بقى تبقى هي كمان عايزه تجرب حاجه زي كده. هم اطفال مش فاهمين حاجه، مش هقولك هم في دماغهم حاجه وحشه، لا هم عاوزين ينفذوا زي اللي بيشوفوه واللي بيجي في الكرتون ده وبيعدي كده. فده طبيعي، اي حد طفل عنده فضول يعرف الاماكن ويعرف الاسماء ويعرف هم بيعملوا كده ازاي. فبجد موضوع خطر جدا، وخدي بالك منه وخدي بالك على عيالك، وما تقوليش ان الموبايل دوت بيلهيهم وخلاص، لا ما تلهيش انت نفسك عن عيالك بالموبايل، وخدي بالك من عيالك كويس قوي، خدي بالك هم بيتفرجوا على ايه. ويعني اهم حاجة ان انت تعرفي تتصرفي ازاي، تعرفي ان انت تشيلي الفكر ده من دماغه ازاي بعد ما هو اتعود عليه وبيعمله وبيقلده. هو لسه 8 سنين صغير، فهنعرف ان شاء الله نشيل الموضوع دوت من دماغه بالاساليب اللي قلتلك عليها. ويا رب يحفظكم جميعا ويحفظ اولادكم، واتمنى لكم كل الخير والحب ان شاء الله. وباذن الله هنعمل حاجات كتير جدا تفيد الاطفال الفتره الجايه، علشان الاطفال دول يا جماعه هم المستقبل، هم اللي هيبنوا الحياه من بعدنا.
فنتمنى يا رب ان هم يطلعوا جيل كويس من كل الفتن اللي حوالينا. بجد والله العظيم ربنا يعافينا، الفتن بقت مالية الدنيا في الكبار، ما بالك بقى الجيل اللي طالع دوت ما يعلم به الا ربنا، وكله على الاندر ايدج اللي هم لسه في سن المراهقة. وبعدين بقى ما بالك بعد سن اللي بيعدي بقى 16 وال 17 سنة، ده بقى كارثة. يعني هنتكلم عليها في فيديو تاني بإذن الله. كارثة بمعنى الكلمة، خصوصا لو الصحاب أصحاب سوء، مش اللي هم بياخدوا بإيدك إن أنت تروح تصلي معاهم ولا الكلام ده. فإن شاء الله نعمل عليه فيديو تاني، واستودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واكتبوا لي تعليقاتكم مع ولادكم ومع الموبايل وبتصرفوا معاهم ازاي، وهستنى تعليقاتكم في الكومنتات، وباي باي.